السلام عليكم. النهاردة هعرفكم ازاي نعمل فاتش كيك، بجد حلوة جدا. لازم تجربوها، طعمها خفيف وفي نفس الوقت طعمها حلو جدا. كيكة شوكولاتة خفيفة تحت وطبقة شوكولاتة فوقها، بجد بيرفكت. كل طبقة لوحدها حلوة. بتمنى تجربوها، خصوصا انها سهلة ومفيهاش اي حاجة معقدة. واذا كنتم لسه ما اشتركتوش في القناة، بتمنى ان انتوا تشتركوا. نبدأ مع بعض. هنبدأ بطبقة الكيك. كل المكونات هتلاقوها موجودة في صندوق الوصف وبالكميات. معايا 2 بيض، ومادام في بيض يبقى لازم يكون في ظرف فانيليا. وزودت عليهم كوباية زبادي او كوباية رايب او كوباية حليب دافية، وتضيفي عليها عصرة ليمونة. طبعا تعملي الخطوة دي قبل ما تحضري للكيك ب5 دقايق علشان الحليب يقطع معاكي. وزودت عليهم نص كوباية زيت وكوباية ونص سكر. بضربهم مع بعض لحد ما ادوب السكر على قد ما اقدر، وكمان لحد ما تلاقي لون الخليط بقى فاتح شوية. كل المكونات مطلعاها من التلاجة قبلها بمدة. زودت عليهم نص كوباية كاكاو خام غير محلى. بقيس كل المكونات بكوباية واحدة علشان تطلع الكيك مظبوطة. بضيف عليهم كوبايتين دقيق، وزودت عليهم رشة ملح، ومعلقة ونص كبيرة بيكنج باودر، وربع معلقة صغيرة بيكنج صودا. بعديهم على منخل او اي حاجة ضيقة علشان اضمن ان مفيش اي تكتلات، وكمان ادخل هوا في الكيك. بقلبهم مع بعض. زودت عليهم كوباية مية مغلية، وعليها نص معلقة صغيرة قهوة علشان ادوب فيها القهوة. المية انا غليتها قبلها ب10 دقايق، يعني هي دلوقتي دافية. هتحسوا انها اخف من الكيك العادي، صح؟ هي المفروض هيطلع سائل شوية، علشان كده الكيك هتطلع خفيفة جدا وطرية. شايفين القوام خفيف ازاي؟ هصبها في صينية محضرها بورق خبز، واديتها مسحة سمنة. مقاس الصينية 30، وهدخلها فرن درجة حرارته 170 درجة مئوية في الرف اللي في النص. طبعا انا مسخنة الفرن قبل كده، وهسيبها من 20 ل22 دقيقة في الحدود دي. ومش هفتح عليها قبل 15 دقيقة. وازاي اعرف ان هي استوت؟ لما احط فيها عود اسنان في اكتر من مكان ويطلع نظيف. ومتقلقيش بسبب التشققات دي، هي كده صح. كده نكون خلصنا الكيك. اسيبها على جنب تبرد. نحضر طبقة الجنش. معايا 250 جرام كريمة خفق او علبة قشطة، و250 جرام شوكولاتة شوكولات شيبس او اي بار شوكولاتة تكوني مقطعها قطع صغيرة. بتسخني الاتنين مع بعض في الميكروويف او على حمام ماء ساخن. ولما بيدوب معاكي بتضيفي عليهم معلقة كبيرة زبدة علشان تديها لمعة. بسيبها تجمد شوية، مش عايزاها سايلة كده. بحط الجنش 7 دقايق في التلاجة يجمد عشان اعرف اعمل بيه التموجات اللي على وش الكيك. بقلب الكيك على الظهر علشان شكلها مرتب، واصب طبقة الجنش. شكلها وطعمها رهيب، بجد مظبوطة. كل طبقة فيها طعمها حلو، والميكس كله حلو على بعضه. وبالهنا والشفا لكل اللي هيجربها. اشوفكم على خير ان شاء الله قريب، وباي باي.